كيك صحي بمربى الفراوله. بمناسبه طبعا ان انا عملت لكم مربى الفراوله، فانا حبيت ان انا اعمل بيها وصفات كتير، ومن ضمنها وصفه الكيك دي. عايزه اقول لكم ان هي هتعجبكم جدا وتطلع هشه وطريه وحلوه قوي. بالنسبه بقى للكرات اللي عليها دي، كرات من النوتيلا الصحيه دي، انا عملتها معاكم قبل كده وهتلاقوها موجوده طريقتها في نفس الفيديو بالظبط. يلا نشوف الاول طريقه الكيك. هنجيب بيضه بدرجه حراره المطبخ، هحط عليها شويه فانيليا ومعلقه كبيره من زيت الزيتون او زبده جوز الهند. بعد كده هحط بقى 4 معالق كبار من المربى اللي هي مربى الفراوله اللي انا عملتها، وطريقتها برده هتلاقوها في الفيديو. واحط عليها 4 معالق كبار من دقيق القمح الكامل، وحطيت ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. هقلب بقى الخليط ده كله مع بعض. وطبعا خليط الكيك بيبقى تقيل شويه زي ما انتم شايفين كده، مش بيبقى زي الخليط العادي. حطيتهم في قلبين صغيرين، وبعد طبعا ما دهنته بشويه زبده جوز الهند. فرن بقى مسخن مسبقا لمده 5 دقائق على درجه حراره 180، هيقعد في الفرن 22 دقيقه. يلا نشوف طريقه النوتيلا. حبه لوز بحجم كف الايد، وتحمصوهم وبعد كده تقشروهم وتطحنوهم في المطحنه، بس ما توصلهمش لدرجه ان هم يبقوا زبده، انا عايزاهم يبقوا عاملين زي الدقيق كده بالظبط. هنستخدم في الوصفه زبده جوز الهند حوالي معلقتين صغيرين كده يكونوا مهرمين. ممكن بدلهم على فكره زبده بلدي، بس ما تستخدموش في الوصفه زيت زيتون، ويا ريت نستخدم زبده جوز الهند لان هي اللي بتدي الطعم التحفه جدا، احلى كمان من بره. هنحط عليهم معلقتين كبار من الكاكاو او معلقه ونص من الكاكاو، انا ضفت النص معلقه. بعد كده هنزل بقى عليهم باللوز اللي انا ضربته، وبعد كده هحط كده شويه من اللوز يكونوا زي ما هم، عشان لما يضرب في الخلاط يسيب قطع كده تحسوا وانتوا بتاكلوا كأن فيه مكسرات. وممكن تضيفوا بندق لو عندكم. ضفت بقى 4 معالق كبار من الشوكليت الدارك اللي انا سيحتها في الميكروويف. على فكره الشوكليت ديت انا عملتها معاكم على الصفحه قبل كده، لقوا الطريقه موجوده، انا نزلتها من يومين بالظبط. وطبعا ما حطيتش في الوصفه عسل خالص، لان الشوكليت نفسها انا كنت حاطه فيها عسل ومخليه تحليتها حلوه جدا. همسك بقى الميكس ده كله واضربه في الخلاط، هيبقى معايا تقيل بالشكل ده. طب لو انتوا عايزين القوام يبقى اخفف من كده، تقدروا تضيفوا من معلقتين ل3 لبن عشان تخففوا القوام. وكده كده لما تسقع شويه هتديكوا القوام الكريمي الحلو جدا، وممكن تقيل وممكن خفيف، دي حاجه ترجع لكم انتوا. التخزين طبعا بتاعتها اسبوع واحد بس، او ممكن 12 ل 15 يوم بالكتير قوي. بالنسبه بقى لطريقه مربى الفراوله، يلا نشوف الطريقه. معايا فراوله طبعا الكميه اللي انتوا عايزينها، هحط عليها نص كوبايه من الميه، وما تبالغوش في الميه عشان خاطر ما تطلعش خفيفه منكم. وبعد كده هحط سكر دايت، تقدروا تستخدموا عسل نحل طبيعي، هو اللي بيظبط القوام بيخليها اتقل، وبتختلف على فكره في الطعم. انا بحسها بالعسل النحل افضل من السكر الدايت. حطيت معلقتين كبار من السكر الدايت، وطبعا التحليه دي بتاعتكم انتوا. رفعتها على النار، وللاسف بعد ما رفعتها وهي من غير تقطيع رحت رجعت قطعتها تاني دواير كده. انا برفعها على نار عاليه، اول بقى ما تغلي وتاخد اللون ده ببتدي اوطي عليها بقى واسيبها لحد ما تستوي. بعد كده بحطها في طبق. واللي بيظبط معايا القوام برده تاني حاجه بذور الشيا، مهمه جدا لانها بتمتص السوائل وتخليها تقيله زي اول الفيديو بالظبط. مهم جدا تظبطوا الميه اللي انتوا بتحطوها عليها في الاول، وبعد كده تحطوا بذور الشيا. والعسل النحل طبعا برده بيفرق في القوام جدا، ان انتوا لو عملتوها بالعسل النحل هتطلع كمان اتقل من كده. وبس كده، صحتين وهنا.